اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. سؤال النهارده بنتكلم فيه عن المواصفات اللي لازم تكون موجوده في الشاب بالنسبه للبنت اللي هتختار شريك حياتها. بما انك اب، ايه هي من وجهه نظرك؟ ان الشاب ما يقيمش الا بحالات معينه. اول حاجه يكون اولا ذو اخلاق، وبعدين يبقى دايما متقي الله في اللي هيرتبط بيها. تالت حاجه بيبقى شيء من المسؤوليه ويتحمل مسؤوليته، يبقى جدير بانه فعلا يفتح بيت. دي ممكن تكون في صفات الشاب. اما الشباب الايام دي للاسف الشديد كله واخد الحياه بالتقليد. يا ريت احنا نقلد الناس في كل حاجه، بس الحاجات اللي هي تبقى لمصلحه الانسان نفسه. طب حاليا ظاهر ترند ان البنات بتبقى معجبه بشخصيه مثلا فنان قايم بدور دور شخص عنيف، شخص متهور، بلطجي شويه، بيزعق، صوته عالي دايما، شايفه ان هو ده اللي هيجيب لها حقها وان ده سندها في الدنيا. فبالنسبه لحضرتك يعني ايه رايك في الشخصيه دي؟ لا، الشخصيات اللي داخله علينا غريبه دي بصراحه شخصيه مش بتاعتنا احنا كشعب. يعني متدين وفي قيم واخلاق وادب واحترام. الشخصيات دي احنا بنقتبسها من بره او بناخدها من خلال اللي هي الاخلاقيات اللي هي لا تتناسب معنا كمصريين. اولا البنت لما تحب تختار واحد اول حاجه تبص لها انه يكون متدين اي ان كان. تاني حاجه اخلاقيات. تالت حاجه يبقى يتقي الله فيها، يحافظ عليها ويكون امين عليها. ممكن الحاجات دي بالنسبه له هو او بالنسبه لها ده انبهار او حاجه يعني لفت نظره، لكن لما بيبقى يتحمل المسؤوليه اول حاجه بيهرب من المسؤوليه في حاله لما يتجوز او يرتبط بيها. ليه البنت بتبقى شايفه ان الشخصيه دي هي سندها في الحياه، او ان هي دي اللي هتجيب لها حقها من اي حد يقول لها ها؟ لا لا لا، دي بلطجه. فدي انا بعتبرها بلطجه. مفيش حاجه اسمها اخد حقي واخد حقك. انت اول ما بترتبط بالشاب بتتغير حياتك نهائيا من بنت الى زوجه مسؤوليه، زوجه وام وحياه تانية. بتتمني في اللحظه دي بقى ان يكون الزوج يكون انسان اخلاق، يحترمك، يحترم كل شيء في بيته، يحافظ على بيته. هو لو عنيف كده في الحياه فمع الوقت هيبقى عنيف معاها. بصي حضرتك، الانسان يعني في مبدا يقول لك حب لغيرك كما تحب لنفسك. كل ما تقبلوش على غيرك ما تقبلوش على ما نفسك. تقبلوش على اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. انا اسف، أيوة. معلش في التعبير اصل الكلام مفيش يعني. مشكله. فالمفروض ان انا لما اكون زوجه يبقى عايزه ايه اكتر من ان الزوج ده يعاملني بكل احترام بكل ادب بكل. لكن عمليه الزعيق والعجرفه، طب ما هو هيعود عليك، هينعكس عليك التصرفات بتاعته دي. بالظبط، يعني نصيحتك للبنات ان هي تختار لا لا واحد لا. ابن حلال. مش ابن حلال، هو اول حاجه يكون اخلاق، يكون ما هو انسان طبعا ابن متأدب حلال دي أخلاق تبقى شامله وتشمل كل حاجه. حاجه. لكن الشخصيات اللي انت بتعمل، طب ما هو فعلا هيبقى عنيف وبتاع، وبعدين في الاخر هتبسط نفسك هتلاقي حقك انت ضايع معايا. واول حاجه هو هياخد حقه منك وهيبقى انسان معاملته وحشه جدا جدا. لا، انا برفض هذا المبدا نهائي بان البنت تختار الشخصيات اللي احنا عايشينها في المجتمع. متشكره جدا ليك. تحت امرك.